ايست فيل مشروع صادق، مش انا كلمتك كتير عن تشغيل صادق. صادق من اقوى 3 اسامي في الميدل ايست افتر سيلز. خلاص يدخل معاهم لافيستا يعني طبعا بقوه كصيانه ومينتنس وتشغيل ما بعد المشروع. انت عارف ان ده اللي بيتحكم في مكسبك للعقار. انت عارف ان انت لما انا داخل ريسك اهو، مش داخل اتهور اهو، انا داخل اتهور يعني اروح اشتري مع الاسامي اللي انا قلتها في بدايه الفيديو. انا داخل ريسك، ايوه انا حاطط نفسي مكان. انت هتدفع فلوس كتير، في تخوف، في حاله نفسيه بتحصل لك لما تشوف العقد، في حاله نفسيه بتحصل لك لما وانت داخل على قرار الشراء. انا عارف ده. قبل ما تاخد القرار ده اسمع يا سيدي اللي احنا بنقوله ده، يا رب يكون الفيديو من نصيبك يعني. فبشتري في ايست فيل في صحراء، صح؟ صادق بيسلم في المده، وصدقني قبل المده كونتراكت 4 سنين يعني 6 شهور قبل هيكلمك يقول لك تعالى استلم العقار بتاعي. من اقوى مشغلين الكومباوندز في مصر. حاطط فلوسك مع استثمارات اماراتيه يعني مطور اجنبي، يعني ملاءه ماليه قويه لا يتوقف في ظل الظروف الاقتصاديه اللي موجوده واللي ممكن تحصل. الله اعلم ظروفنا الاقتصاديه، احنا داخلين على نمو اقتصادي فعلا بالارقام. نسبه التضخم قلت، فوائد البنوك نزلت، كل ده بيريليت ان العمله بتقوى. المخزون الدولاري موجود عندك في البنك ب 45 مليار دولار. اللطيف ده في منتهى الجمال. انت عندك العوامل دي كلها، وعندك فرصه ان انت بس تتنازل من ضمن الاحتياجات اللي انت عايزها في العقار عشان يلبي احتياجاتك. فهتشتري، هتتنازل عن حاجة واحدة بس، وهي الاستلام. لو انت بتفكر في سنة سنتين عقار عايز تستلمه في سنة او سنتين، خليهم 3 سنين عشان خاطر قصاد ان انت هتكسب سعر مش موجود في بيج نيم. يعني 3 نوم وصلت دلوقتي 18 ونص 19 مليون، ولكن الناس اللي كانت معايا في اللونش خدنا حاجات ب 17 مليون، وفي حاجات باوائل ال 18 وغيره، متشطبه بالتكييف وتشطيب لاكجري. خلاص ده صادق. سبيكس التشطيب اللي محطوطه من ضمن الحاجات اللي انا عايز اغششها لك، وهي عدت على ناس كتير، ان الحمام بتاع الضيوف في الجاست تويلت تشطيبه رخام فاخر، اجود انواع الرخام. هو مكتوب كده لان دي واجهه البيت. حمام الضيوف ده بالنسبه لي اهتم بيه جدا، لان دي الواجهه بتاعه البيت، من ضمن الواجهات بتاعه البيت. انت واخد هذه الباكج بسعر مش موجود في بيج نيم، مش موجود. شطب بالتكييف مع صادق. مشروع جديد، نسخه ونسخه طبق الاصل من في ريزيدنس اللي هو مشروع فيلات في ريزيدنس اللي جوه، ويمكن احسن كمان لان عدلوا حاجات في الواجهات الخارجيه، بس نفس التايب. هو انت شفت في ريزيدنس؟ هو انت راح تشتري في صادق؟ مش انت لما تروح تشتري في اكس او واي او زد مش المفروض تشوف مين الراجل ده الاول عمل ايه؟ صح كده؟ انت رحت في ريزيدنس، تعالى اوريك في ريزيدنس على قد ما قدرت يعني. انت فاهم انت بتشتري في ايه؟ انت فاهم الفلوس بتاعتك هتزيد ازاي؟ سيبك بقى من سكن. يعني دايما بحط معاك سيناريو لما تيجي هتسكن، اعمل حسابك ان لا قدر الله ظروفك حصل فيها اي حاجه في حياتك، انا عايز افك اسيت يبقى سهل يتباع. ركز معايا في النقط دي، لان النقط دي انا بقارن ابل تو ابل دلوقتي مع ايست فيل وقطر ديار. فهتلاقي النقط اللي انا بقارنها دي الناحيه الثانيه في قطر ديار مش متحققه في بعض النقط. قطر ديار حلو جدا وهحكيه لك بالتفصيل. انت متخيل فلوسك؟ طب انت بتقول الكلام ده بناء على ايه؟ لا تعالى في 2021 3 bedrooms ب5 مليون جنيه. ال 3 bedrooms في الشركه نفس المساحه اللي هي 200 وي متر ب 40 بلس. يا سيدي عدى عليا كام زياده في الدولار؟ تمام، عدى عليك كذا زياده في الدولار. ده اللي زود البتاع؟ لا، ما في مطورين تانيين لو نفس الحقبه الزمنيه اللي حضرتك اشتريت فيها عقار في صادق وعقار تاني في اكس، بلاش نجيب اسامي بس يعني معلش المثال حكم، في بالم هيلز عشان الاثنين مثلا ممكن يكونوا في وش بعض. شوف هذا العقار بتاع صادق زاد كام في المية، والعقار بتاع بالم هيلز زاد كام في المية. هل معنى كده بالم هيلز وحش؟ لا، بالم هيلز حلو يا سيدي، بس خليني في صادق دلوقتي. الله يخليك في الزيادات اللي انت بتقول عليها من دولار، من تضخم، من الكلام اللطيف ده كله، لانه نزل تاني خلي بالك، فكان من باب اولى ان الاسعار تنزل بقى. ما هو انا معاك في الزياده ومعاك في النزول برضو. طب ليه فضلت راكبه البيك؟ يعني عشان دي صادق. يونتس تايب حلو قوي، تقسيمات حلوه قوي، تصاميم هندسيه لطيفه قوي، لاندسكيب فوق الممتاز، افتر سيلز فوق الممتاز، سرعه تشغيل المشروع،
سرعه البناء والتسليم، الناس اللي كانت بتستلم بتشتري والكونتراكت استلام 4 سنين، الكونستراكشن كان فول في في ريزيدنس. دخول الدار الاماراتيه ودت الدنيا في حته تانية خالص يا جماعه. طيب مين صادق اصلا بقى؟ صادق اللي هي ده اختصار لشركه 6 اوف اكتوبر، مش عايز شركه 6 من اكتوبر ومش عارف ايه العقار. مين صادق؟ بص، من 30 سنه قرر بهجت بتاع دريم لاند وقنوات دريم والكلام ده. صفوان ثابت، عائله ثابت اللي هي طبعا حرم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، سوزان مبارك، دي عائله ثابت، ومجدي راسخ وبعض من الجامدين التانيين ساعتها. يعني دول اللي كانوا الملاءه الماليه والبيزنس مان الناجحين في هذه الفتره. قرروا يتجمعوا ويكونوا شركه اسمها 6 من اكتوبر، وياخدوا قطعه ارض في ما بعد الطبيعه، في حته ما ينفعش نقول عليها صحراء، بس هي حته صحراء جرداء اسمها بافري هيلز. ايه ده؟ هي بافري هيلز دلوقتي احنا بنقول عليها ايه؟ دي سيجنتشر. ساكن فين؟ انا ساكن في بافري هيلز. منين؟ من حته وصل الدهشور عند بافري هيلز، واخد بالك؟ من 30 سنه شغال بافري هيلز، وجنبه على جريه بقى النسخه الاحلى والاحدث كلاندسكيب وكصيانه وككل حاجه. وانت فاهم انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ سيجنتشر. بعد كل المراحل دي وخروج مجدي راسخ من الموضوع ودخول الدار الاماراتيه باستحواذ 80% من اسهم الشركه و20% للمساهمين. خلي بالك دي شركه مدرجه بورصه، دي شركه مساهمه يعني ما بتقفش على حد، واكبر مساهم فيها بنسبه 80% اي دي كيو، الدار الاماراتيه الاي دي كيو، الصندوق السيادي الاماراتي، من اقوى الصناديق السياديه في العالم كملاءه يعني ماليه. هو ده باختصار اللي انت بتطلع دفتر الشيكات وتحطه على ترابيزه الراجل. هو ده من الاخر بقى. يعني انا حاطط فلوسي مع مين اصلا؟ انا بشتري عقار وبيت، كل حاجه لطيفه، انا حاطط اصلا الفلوس مع مين؟ مع ده. فدخول الدار الاماراتيه زي ما انا قلت في الفيديوهات اللي قبل كده ادت هويه وقوه وقيمه اكتر لصادق اللي كانت ناجحه وغيره، فطيرت المشاريع اكتر. لذلك حصل في فيلات، في في ريزيدنس، هذا البرايس ابريشيشن الغير منطقي. انا يا سيدي بقول لك الغير منطقي. دخولا الى المشروع بقى صادق بقى لها 8 سنين 9 سنين ما نزلتش ارض جديده. ايست فيل ارض جديده لصادق في سيزون او كيو اصلا ما بينزلش فيه اراضي جديده ريزيدنشال، بينزل كوميرشال وادمن تجاري واداري. ايه ده؟ ما شاء هوب اتفرج على اللي حصل في اللونش وعلى الجمال وعلى البيع وعلى 25 مليار مبيعات. دي الفيجن. تعال بقى خد من كلامي بقى اللي انا عايز اوصله لك. يعني اكسبيرينس بافري هيلز هتتحقق بسرعه، لان برضو بافري هيلز دي قديمه قوي. يعني اكسبيرينس في ريزيدنس اللي هي من 5 6 سنين فاتوا، هتكسب ايه؟ هتكسب كل حاجه، هتكسب كل حاجه. لذلك المشروع ده بالذات اوجهك ليه بقوه، اقول لك تعالى بص على ده الاول، ده التراك المظبوط، ده اللي المفروض تشوفه الاول. اسمع كلامي، انا بقول لك كذا مره، انا معايا كل الماركت، يعني ماليش مصلحه، انا بنقل لك خبرتي في المجال العقاري واللي حصل والصور اللي حصلت واللي هتحصل بعد كده. لذلك صادق يعني حرام والله، تستاهل. طب انا بتكلم في كام؟ احنا في اللونش ابتدينا الفري بادرومز من اول 17 مليون. دلوقتي لو لحقنا الزيادات اللطيفه اللي حصلت بعد اللونش، لان انا قلت لك واحنا في اللونش هيزود اسمعني، الديماند عالي وبتاع، هو فعلا اوريدي زود من 8 الى 10% اسعار الواحد. تمام. ده لو هتكلم على، ملناش علاقه بالشقق دلوقتي، انا بتكلم على الفيلات. لا انا اشتري تاون هاوس في صادق ب 25 ولا 24 مليون متشطب بالتكييفات. انا اشتري توين هاوس ب 35 مليون. معقول يا جماعه؟ انا اشتري اربن فيلا التايب العبقري. اربن فيلا هي ستاند الون فيلا ولكن بديزاين مختلف ب 39 مليون. 39 مليون في ايست فيل شطب ستاند الون فيلا. فصادق من الحاجات دي. ف3 سنين لو اتقفل عليك بسور، انت يمينك مدينتي يا اخي، انت يمينك قدام شويه كده، قدام شويه الستراب مول ولا الخدمات بتاعه سراي هتكون فتحت. انا بكلمك في 3 سنين المنطقه دي هيكون شكلها اتغير تماما. طب ما انت قدامك حسن علام الناحيه الثانيه، ما انا ممكن اخد 3 بادرومز ارخص مليون ولا حاجه. انا روح اسمع فيديو حسن علام بسرعه. تمام. لا طبعا لا ارشح. طب ما انت قدامك ما فيش منافس. هات لي اسم واتحداك، هات لي اسم مع ايست فيل يتحط بالباكج دي بالكومبي بروفايل ده باللي هتاخده بالفلوس دي كلها وتقول لي ده احسن منه. اتحداك. مشروع 500 فدان في ربعه كوميرشال اريا ونسبه 45% لاندسكيب
الفوت برنت قليل جدا في المشروع جوه، المساحه البنائيه على المشروع جوه، و 80% فيلات، 20% ابارتمنتس، كثافه مش موجوده، قليله جدا في ايست فيل. فبتقارنها لي بسيتي 2000 فدان، فهنا دخولنا لقطر ديار.